السؤال الأخير نوفمبر 2016 بيبر 4 فاريانت 3 والسؤال ال11 بي دبل اي وده سؤال هاف لايف لذيذ جدا. بيقول لي The half-life of plutonium 238 is 90 years. A sample contains 9.6 يعني هي النهارده السامبل دي جواها الرقم ده من الاتومز. تمام؟ Predict the number of plutonium atoms in the sample that decay. أنا قلت لك في سؤال هاف لايف ركز، هو بيسأل على الديكيد اللي راح ولا الليفت اللي فضل. ان كام؟ ان 270 years. حبايبي من الواضح 270 years و 90 years من واضح ان ده 3 هاف لايف. 3 هاف لايف. تمام؟ طيب تعالى نشيل 3 هاف لايف. دلوقتي حضرتك عندك النهارده 9.6 times 10 power 10 times 10 power 10. بعد اول هاف لايف اللي هم 90 سنه هتبقى نص الكلام ده اللي هي 4.8 times 10 power 10. تمام؟ كمان 90 سنة اللي هو هاف لايف كمان هيبقى النص اللي هو 2.4 times 10 power 10 اتومز. الهاف لايف الثالث والاخير 90 years اللي هيفضل بقى عندي 1.2 times 10 power 10. حبايبي بس ده مش الديكيد، ده اللي فضل، يعني ده اللي هيفضل بعد 270 سنة. تمام؟ طب لو انا عايز الديكيد هعمل ايه؟ هاتهم، هم كانوا كام 9.6 times 10 power 10. حضرتك هتطرح منهم اللي فضل اللي هو 1.2 times 10 power 10. لو حسبت الحسبة الظريفة دي هتطلع 8.4 times 10 power 10 atoms. دي إجابة هذا السؤال. بص على المارك سكيم هتلاقي هي دي الإجابة. طبعا أنا حابب إن أنا أقول إن في الطريقة التانية اللي هي هتبقى 9.6 times 10 power 10 divided 2 power number of half lives اللي هو 3. تمام؟ دي طريقة تانية في ناس بتتبعها، بس أنا بحب الطريقة التفصيلية. بس برضو في النهاية طبعا هيديك 1.2 times 10 power 10 هترجع تطرحها تاني من هنا. دي طريقة تانية بس أنا مش بفضلها، أنا بفضل الطريقة التفصيلية إن أنا أو أبين أنا عملت إيه بالظبط.